Assalamualaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo routine, vidéo remède. هاد les remèdes راح نشوفوهم pour les lèvres, pour cheveux, pour visage et aussi pour vos chambres. اليوم ان شاء الله راح نتعرفوا على واحد السر اللي يخلي الزوج تاعك ديما يشوفك نقية، ديما يستعرف بيك وبالزجاجة تاعك، ويخلي اي واحد يدخل عندك لا شامبر يشم ريحة النقاء ويشكروك ديما عن قاوتك، وحتى يسألوك واش هو السر اللي راكي دايرته باش ديما تحافظي على الريحة الزوينة هذه اللي كاينة في لا شامبر، وكيفاش يعني توت لا سيمين وانتي مقارديتها. دونك كيما شفتوا مي بوبي، نهار اليوم كان بارد بزاف، نط هويت الحالة، نقيت الدار الكل. بعد ما كملت الميناج تاعي جيت نرتب مع الشامبر اللي كانت تحشم، كانت تبهدل حتى انا كنت كي ندخل تحكمني الغمة. دونك اول حاجة ديريها كي يكون عندك هكا غون ميناج هي تليبيري ليسباس، دونك تخرجي الغطاء يتهوى، ترفدي لي كوسان، تمسحي الغبرة، ترمي الماء في التيقان هكا ما ترجع لكش الغبرة. دونك ابخي ما فيديت كامل واش عندي، كيما انا اليوم فرغت لي طابل دو نوي والتسريحه، كان عيني يعني باش نرتبهم. كيما راكم تشوفوا راها مليانه الحاله مخربله عندي. دونك حطيت كامل واش عندي، كلش جبدته، لي طابل دو نوي، التسريحه، لي تيروار نتاع لا كوافيس، كلش جبدته حطيته بجنب، وبقيت نوزع فيهم، يعني كل مجموعة درتها وحدها. باغ اكزامبل حطيت المكياج وحده، حطيت حوايج ليبيلاسيون وحدهم، حطيت لي كريم هيدراتونت وحدهم، حوايج الاسنان وحدهم، يعني كيما راكم تشوفوا كل حاجة درتها وحدها هكا باش كي نرتب. يعني كان عيني باش كل تيروار نحط فيه حاجة. بار اكزامبل كيما هنايا عندي لي كريم هيدراتونت، راح نحطهم وحدهم، يعني كي نحتاج حاجة نروح نجبدها. نحط بار اكزامبل حوايج الاسنان وحدهم، يعني كي نحتاج حاجة تاع الاسنان نروح نجبدها. حاجة المكياج تاني وحدها هكا نروح نجيب، يعني الطريقة هذه راح تسهل عليك بزاف بزاف باش تستعمليهم، يعني تكون بلي براتيك كيما نقولوا. دونك بعد ما رتبتهم كاع جيت درت مسحات الخفاف، يعني عاودتهم طابلين باسكو كي رميت الماء نحس باللي الغبرة تعاود ترجع لي، دونك نعاود نمسحهم. دونك جيت للطابل دو نوي اللي بحدا الزوج تاعي، حطيت له حوايجه يعني اللي يحتاجهم بشكل يومي. دونك من بعد تنقلت الطابل دو نوي اللي بحدايا، حطيت فيها حوايج الفيزاج، يعني الوجه. كما راكم تشوفون هادو شرائح يعني نزع الشعر تاع الموستاش، كان عندي 3 بواط، حطيت لي 3 جمعتهم في باطه واحده. دونك هكا او موا تغتازدي عليك المكان وما تبقاش الحالة عندك مربلة اكثر، يعني يكون حوايج بزاف اما تعرفي تستعملي ليسباس. يعني هذا هو كيما نقولوا السر في استغلال المساحات الصغيرة وانت يكون عندك حوايج كبار. دونك كما راكم تشوفوا لميت كلش في التيروار هذيك، وجيت فوق الطابل دو نوي حطيت الحوايج اللي نستعملهم بشكل دائم بشكل يومي، يعني لو ماتان ولا لو سوار ولا في اللي كي نجي نرقد. دونك حوايج اللي نحتاجهم جبتهم كامل حطيتهم في الطابل دو نوي اللي حدايا هكا تسهل لي الحاله. دونك غير في بلاصتي نبقى نابليكي، ما يشدنيش العجز، ما نقولش لا واش يديني واش يعاود يردني. دونك كلش مريقل حدايا، وكنت حاسبه يعني ما راحش يجوا باهين، اما في التالي ولا غير جاو باهين وكانوا قريب ليا كما قلت لكم. من بعد تنقلت للتسريحه، حتى هي عاودت لها مسحه خفيفه كما راكم تشوفوا، كملت التنقيه تاعها. دونك وجبت التيروار الاول حطيت فيه المكياج تاعي كامل، المكياج ستفته ونستف بالترتيب، يعني نيتيليزي اول حاجه اللي هي الكريم انتي سولير ولا كريم هيدراتونت على حساب الوقت اللي نكون فيه، ومن بعد نحط فوندو برايمر عفوا، ومن بعد فوندو تان، ومن بعد هكا اي شادو، يعني حوايج بالترتيب هكا يجيني الامر سهل.
بعدها جيت للتيروار اللي تحته، حطيت فيه حوايج العناية بالشعر عفوا. يعني والله الطريقة هذه راح تسهل لكم، ما تأمنوش. يعني كي تكوني حابة داك النهار تتهلي في شعرك، تجي ديريكتومون للتيروار اللي فيه الحوايج هذوك. دونك كي كملت معاهم الكل، دركا راح نتعرفوا على السر تاعنا اللي وعدتكم به في اول الفيديو. واش هو السر؟ كما راكم تشوفوا راني جبت رابيز وجبت صابونه تيست. عندي البيكربونات، عندي عطر، اي نوع عطر تفضليه. عندي العنبر، يعني كما انا العنبر نحطه في المخايط ولا نحطه في ليكوان تاع لا شامبر من التحت، يعني جهه الرجلين حاشاكم. هنايا الماورد جبته يعني على اساس مثبت كيما نقولوا. بون، اول حاجه نجيبوها هي الصابونه، اي صابونه تفضلوها، تيست، دوف، ولا كيما شفتوا انا ستيك هذاك ما عجبنيش، دونك حبيت نستعمله. الصابونه هذه راح ننصحكم بها يا البنات، فيها واحد الريحه تهبل 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 وتدوم بزاف. جربوها وردوا لي الخبر. حتى كي نحطها في قشي يبقى قشي ديما باهي، ودائما كي نحيه نلبسه تجي فيه الريحه ما شاء الله عليها. دونك رابيتو، ماذا بيكم يكون رقيق هكا باش يجي كومبودر. زدت عليه البيكربونات. هنا البيكربونات اوسي عندها دور تري امبورطون، تخلي لنا الريحه هذيك تتثبت مده طويله، تنحي الرطوبيه، تنحي يعني تابسوربي كامل لي زودور اللي ماهمش ملاح، وعندها يعني عدة فوائد. المهم خلطتها معاها، من بعد كنت حابة ندير المثبت هو البارفان، ومن بعد شفت باللي بدات تتعلق لي، دونك ما حبيتش، قلت ندير البارفان ديريكتومون سور لو ماتلا، هكا تتفيكسي لي الريحة اكثر. دونك حطيت غير هذاك الماورد معاهم شويه برك، يعني باش يبقى تثبيت الرائحه. جبت كما راكم تشوفوا الخليط تاعي، بقيت نثثر فيه فوق الماتلا كما راكم تشوفوا بشكل متساوي. انت اذا حبيتي الريحه قويه راح تكون عندك الكميه كبيره، اما اذا حبيتي يعني حاجه خفيفه، يعني تكوني ازماتيك ولا يعني كل واحده ربي شافيها، كل واحده والاعذار تاعها، يعني الكميه انت راح تتحكمي فيها، الماطله كبيره ماطله صغيره، يعني انت حره في الكميه. ومن بعد نحطو الكوفر الماطله بشكل عادي، ما تخافي لا يتوسخ لك ولا تخرج لك من الماطله ولا اي حاجه، يعني تبقى انت حره فيها. دونك حطيت لي كوسان تاعي بشكل عادي، ابخي حطيت الكوفرتور كما قلت لكم. يعني كان هذا هو السر تاعنا. اصدقوني والله غير الزوجة تاعي كي دخل شم الريحة باهية باهية باهية، وبقى يسقسي فيا واش الريحة هذه. دونك بعد كملت الميناج تاعي وكملت شي قدرت الفطور تاعي الحمد لله، تحسي بواحد الراحة كبيرة، اما ما تكملش الراحة حتى تتهلاي في روحك. دونك جيت نابليكي ماسك لشعري، واش درت فيه؟ جبت زيت جوز الهند كما تعرفوا مليح للشعر، وجبت بديل الزيت هذا تاع دريم، يعني هو عنده خاصية انه يطول الشعر، وما انا استعملته برك على جيل الشعر تاعي متقصف. يعني الزيوت هادو الخلائط هادو اللي نديروهم جوست باش الشعر تاعنا يتغذى ويتنحى له التقصف هذاك. دونك ابليكيت الماسك على شعري، درت له ساشيه وخليته يرتاح. جيت الغمات الثانية هي توريد الشفاه. دونك جبت عسل حر وشوية تاع الفازلين، درتهم خلطتهم مع بعضاهم، وجيت كما راكم تشوفوا بالبغوص هذا حطيتهم على لي ليفغ تاعي عفوا، وحكيت باش هذيك لابون مورت كامل تروح لي. دونك وهذاك الخليط هذا تاع الشفاه تقدري تستعمليه، تحتفظي به يعني مده طويله حتى اكثر من شهور وما يفسدلكش. ومن بعد ابليكيت ماسك على وجهي بشكل عادي، يعني مع كنت تعبانه ما حبيتش ندير حوايج كبار. دونك ومن بعد رحت خذيت الدوش تاعي. بعد ما كملت جيت فوق التسريحه كما شفتوا من قبل راني ما حطيت والو. دونك جبت هذا البوكس، بزاف شباب كاين اللي شافوه من قبل كاين اللي عندهم، وسيرمو راكم شايفينه. انا شريته كوفري كيما هكا كيما راكم تشوفوا. هذا البارفان تاع البيوت راهم يتباعوا وحدهم، راهم 90,000 100,000 هكا، دونك تقدروا تشروهم.
وكاين لي جو بوكس كيما اللي شريته انا فيه الشموعه دونك يطلقوا ريحه تاعها. دونك تفتحي القاروره هذيك وتحطي العيدان هادو فيها. دونك العيدان تحطي على حسب انت ما حابه الريحه، يعني اذا لا شومبر تاعك كبيره دونك تحق تحطي عيدان اكثر، اذا لا شومبر صغيره تحطي حاجه قليله. اذا حبيتي الريحه قاويه فيها تحطي العيدان اكثر، تحطي 5 ولا كيما تحبي. الا حبيتي ريحه خفيفه حطي 2 ولا 3 يعني يكفيو. هذا هو الشكل النهائي تاعها. شعلت هذوك الشموع وكانت بديت هنا عييت صح بصح النقاوه هذيك دونك عطاتني راحه نفسيه اكثر. درت التيفي كما راكم تشوفوا وختمتها بلوبيا تناسبت هي الطقس اللي كان بارد. درت لوبيا ما شاء الله عليها والله جات تهبل تسخف. درتها حارة ودرت معاها هذاك البريوش، ان شاء الله راح نشارككم الوصفة تاعو في الايام القادمة ان شاء الله يجي حتى هو خفيف ويهبل. شاهيتكم في الجنة ان شاء الله. فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم وما نكونش طولت عليكم، تكونوا استفدتوا خاصة من هذا السر اللي يخلي لنا الريحة زوينة. دونك ما بقى عليا غير نقولكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تعطوني رايكم في التعليقات. تهلاو لي في رواحكم بزاف بزاف. بيزو نحبكم.